التنبؤ بالنصوص أو البريدكتيف تكست. طب إزاي الكمبيوتر بيعمل ده بقى بشكل عملي؟ هنا بيجي دور حاجة اسمها الانجرامز، نقدر نعتبرها كده زي مكعبات الليجو اللي الكمبيوتر بيكسر بيها اللغة عشان يعرف يبني بيها توقعاته. فكرة الانجرام بسيطة جدا، هي مجرد سلسلة كلمات ورا بعض. حرف الان ده هو عدد الكلمات، فلو قلنا مثلا 2 جرام يبقى الكمبيوتر بيبص على كل كلمتين ورا بعض في النص. لو 3 جرام يبقى بيبص على كل 3 كلمات. هو بيمسك النص كله يقطعه للمجموعات دي وبعدين يبدأ يعد. خلينا نشوف مثال عشان الصورة توضح. جملة زي أنا بحب القهوة، الكمبيوتر بيعمل إيه؟ أول حاجة بيجيب اليونيجرامز، يعني كل كلمة لوحدها. أنا بحب القهوة. بعد كده البايجرامز اللي هي مجموعات من كلمتين، أنا بحب وبحب القهوة. وطبعا لو الجملة أطول هيمشي بنفس الطريقة ويجيب الترايجرامز اللي هي مجموعات من 3 كلمات، وهكذا. هو كده بيكون قاعدة بيانات بالأنماط. ممتاز. دلوقتي الكمبيوتر بقى عنده قوائم طويلة قوي من المجموعات دي، وعارف كل مجموعة اتكررت كم مرة. السؤال بقى، إزاي مجرد عملية عد بتتحول لقدرة على التنبؤ بالكلمة الجاية؟ الفكرة كلها في حجم البيانات. تخيلوا إن الكمبيوتر ده قرأ كمية نصوص مهولة، ويكيبيديا كلها، ملايين الكتب، كل ده. فبقى عنده سجلات لجمل زي أنا بحب القهوة، وأنا بحب الشاي، وأنا بحب القراءة، ملايين المرات. هي دي بالظبط الداتا اللي بيتعلم منها. لما إحنا نكتب أنا بحب، الكمبيوتر بيرجع للداتا بتاعته دي كلها وبيحسب. بيلاقي إن بعد أنا بحب كلمة القهوة ظهرت مثلا 1,000,000 مرة، وكلمة الشاي ظهرت 500,000 مرة. أما كلمة الديناصور فدي ظهرت 0. فبشكل منطقي جدا بيروح مقترح الكلمة صاحبة الاحتمال الأعلى. ودي أهم نقطة لازم نطلع بيها من الشرح ده كله.